السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اليوم 153 في عمر الفراخ بتاعتنا البلدي والفراخ الهجيني والبياض يا جماعة. طبعا كنت عايزة اقول لكم شوية نصايح كده عشان الفراخ اللي بتبيض ماشي. الفراخ ما شاء الله البياض اللي هو العلف البياض يا جماعة بيجيب نتيجة كويسة، بس اهم حاجة ما تكونش بتحط علف لوحده عشان التكلفة وكده. ممكن برضو نحط عليه ردة وكلام ده زي الخلطات اللي انا كنت عاملاها لكم، بس في حاجة معانا جديدة بقى النهاردة هنقولها هتخلي الفراخ تجيب معاكي من الاخر، وبسم الله ما شاء الله يعني بتجيب نتيجة. هو ده يا جماعة الخضرة دي زي ما قلت لكم قبل كده، الخضار بيجيب نتيجة كويسة جدا. عندك عود برسيم اخضر، عندك عود ردلة، عود خضار من الارض، اي فضلات من اكل البيت هيجيب معاهم نتيجة ان شاء الله، هيخلي الفراخ تبيض معاكي. انا زي ما قلت لكم ما بحبش اصور روتينات البيض، بس هوريكم يعني نبذه بسيطه كده من موضوع الخضار ده بيجيب معاهم نتيجه. اللهم صل على سيدنا محمد. حطلهم برضه فضلات البيت، فضلات البيض، فضلات الاكل بتاع البيت يعني. دي فراخ يا جماعه مبشره لاول مره، بعد اذنك دي فراخ مبشره لاول مره، وهي لسه يا جماعه 5 شهور. يعني انا عندي فراخ من قبل ال5 شهور وديت 5 شهور. كل الحاجات دي بترجع للخلطات اللي احنا عملناها من اول يوم لحد دلوقتي، وخلطات البرسيم والخلطات دي كلها. بصوا انا حابه اوريكم بس اللي هو البيضه هنا فيها حاجات حمراء كده، ده بتخليكي تعرفي ان دي البيضه دي اول مره، الفرخه دي اول مره تبيض اهو، وهي لسه 5 شهور. كلنا عارفين طبعا ان الفراخ البيتي بتبيض على 6 شهور، بس لو هتمشي بالخطوات والخلطات اللي احنا كنا بنعملها من اول يوم هتعرفي ان الفراخ ممكن تبيض معاكي من قبل ال5 شهور، علشان خاطر الخلطات اللي احنا عملناها مع بعض من اول الزعتر والثوم والخضار والعلف البياض والحاجات دي كلها. طبعا بقى يا جماعه حاطه لهم عيش ناشف اهوت، يعني مش كله علف بياض، فتلاقي الفراخ معاكي بسم الله ما شاء الله عماله تنقل في الارض. هي بقى الفراخ البلدي بتحب تنعكش كده وبتحب تحب تنقل في الارض، فانت لو سبت لهم اي حاجه هينقوها وهياكلوها كلها، بس ما تنسوش من الحاجه الخضراء واللحمه معاهم والبيض اكتر واكتر. كمان يا جماعه كنت مخرطه لهم كرات اكتر من كام يوم ورا بعض، الكرات ما شاء الله عليه في البيض، كرات جميل خالص في البيت يا جماعه. في البيض بيخلي الفراخ معاكي تبيض على طول. لما تجيبي كرات اخضر وتخرطيه اخضر كده وتحط لهم في العلف بتاعهم فلفل اسمر، هيخلي الفراخ تبيض معاكي على طول ان شاء الله. فزي ما قلنا قبل كده ان الخلطات بتجيب نتيجه ونتيجه جامده كمان. ما ننساهمش بقى في الخلطات اللي احنا بنعملها ديت. وان شاء الله استنوني بقى في الروتين اللي بعد ده، هنعمل بقى جرد كده للمكان. الناس اللي عندها فيروس في المكان هنقولك هتتخلصي من الفيروس ده ازاي. لو كنت مربيه فراخ بيضه قبل كده فراخ بتموت منك، هنقولك في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله. انتظروني بس بعد الفيديو ده على طول ان شاء الله هنعمل الروتين بتاع التنظيف ده، جرد كامل للمكان، بحيث ان انت لو عاوزه تربي حاجه تانية تربي. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.